بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل صنف مخلل سريع كده جميل، مع اي اكله شعبيه ناكلها واحنا بعد ما طلعنا من رمضان واكل الطبيخ واللحم والكلام ده. نفسنا ناكل حاجه كده حلوه، يعني تفتح نفسنا كده، شعبيه شويه. هنعمل شويه مخلل، ده اسمه مخلل سريع. البتنجان الاسود الرفيع ده بجيبه بنضفه، بشيل الحته الخضراء اللي من فوق دي، وبفتحه كده فتحه صغيره بس في النص، وابدا احمره في الزيت زي ما احنا شايفين. يعني بيتحمر، يعني انا بعرف ازاي يتحمر. باجي الحته اللي انا قطعاها من فوق دي بتاخد لون التحمير، بعرف ان هو كده استوى. وبعمل له خلطه جميله كده. معايا معلقتين توم كبير مفروم، ده التوم بتاعنا اللي احنا كنا مفرزينه في الفريزر، طلعنا منه معلقتين. وقرنين فلفل اخضر سخن بارد برغبتنا زي ما بنحب، ومعلقه صلصه مش طماطم، لو طماطم يحمض منك، الصلصه بيبقى فتره عمره اطول واطعم. وبحط معلقتين خل كبار، وبعصر ليمونتين، ليمونه 3 براحتك، يعني كل ما يزيد الليمون كل ما بديله طعم. وبحيجه ملح وكمون ده، ودي معلقه كمون اخضر، وادي ملح بكمون. وبديله ضربة كده في الخلاط، في المطحنة، في اي مطحنة عندي بنعم بخلط الخليط ده فيها كده. وكده انا جهزته زي الفل. انا كده بس بحمر البتنجان، وهبدأ بعد كده اجهز الخلطة. جهزت الخلطة وهبدأ احشي. طبعا انا بحب اعمل واحدة زي ما احنا شايفين كده، واحدتين جزر وابشرهم بشر ناعم. انا ضفتهم بعد ما ضربت الخليط ده، ما حطيتهمش اتضربوا معاهم، ضفتهم عليهم. وبزود الحياك شوية عشان الجزر فيه حتة حلوة شوية كده يعني. وادي البتنجان اهو، انا طلعته من الزيت، وبحمر معاه شوية فلفل كده اهو حلوين برضو. فلفل الشطة ده طبعا بطعم الاكل، معروفة ان الشطة بتفتح النفس شوية. انا عملت مقدار صغير عشان لو معاكي اطفال ممكن ما تعملهوش، وممكن تعمليه لو بيحبوه يعني. بحط طبقة منه زي ما احنا شايفين كده من الفلفل، وبمسك قطعة قطعة من البتنجان. طبعا انا عاملة فتحة صغيرة فيه، بوسع الفتحة وابدأ احشيه بالخليط اللي انا جهزته ده زي ما احنا شايفين اهو. بفتحها كويس واملاها بحشو الخلطة اللي انا جهزتها دي، وبريحها كده برصهم. وبعمل طبقة من البتنجان وطبقة من الفلفل ده. وطبعا ايه، الفلفل بياخد طعم الخلطة دي برضو زي البتنجان، وبيبقى في منتهى الطعام والله. بتاكليه مع طبق فول، بتاكليه مع، ولو حطيتيه والله وانتي طبخة برضو شوية طبيخ برضو، ده مخلل يعني بيفتح نفسك في الاكل زي ما احنا شايفينه، في منتهى الجمال ويشهي ويفتح نفس اي حد يحب ياكل المخللات. وما تنسوناش في الشير واللايك لقناتنا ومامتها عشان ننزل لكم كل جديد. السلام عليكم.